عايز تروح فين انت؟ انا عايز اروح المتاحف، وعايز العب عشان اروح المتاحف التانية اللي بره. عايز اروح متحف السادات، عايز اروح متحف السادات. مفتاح الحياة بقول لك، هي دي مفتاح الحياة ولا دي؟ بص، دي مفتاح الحياة، دي النسخة التانية. النهاردة هاخدكوا جولة في مكتبة الاسكندرية والمتحف القومي للاسكندرية، ودي بداية سلسلة أماكن منسية. لو في أماكن سمعت عنها ومرحتهاش أو زرتها بس بقالك فترة مرحتهاش، تابع معانا السلسلة دي. ودلوقتي احنا في طريقنا رايحين نقابل صديق عزيز عليا هيبقى معايا في الحلقة النهاردة. ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ بسم الله على السلامة يا احمد. مشغول في التليفون بس عارف الايفون ومشاكل. ده ايفون ما شاء الله. دلوقتي احنا رايحين نقطع التذاكر، واليوم النهاردة كان زحمة جدا، وهتشوفوا بقى معانا النهاردة أغرب صيني في مصر. واحد صيني قاعد في مصر لابس سعودي وبيتكلم أسباني. ماشي اتنين طلبة ولا خارجين؟ لا خارجين. دي الأمانات جنب شباك التذاكر، بتروح تديله التذاكر وتديله الحاجة اللي انت عايز تشيلها، بيديك كارنيه مكتوب عليه رقم الخزنة. مصر جميلة مصر جميلة خليك فاكر مصر جميلة. أول ما بتدخل هتلاقي ناس بترشدك وتوجهك، لو طلبت المساعدة من أي حد منهم هتلاقيه مرحب جدا. أنا كنت مفكر بقى إيه إن مكتبة الإسكندرية عبارة عن مبنى جواه شوية كتب وخلاص. الموضوع طلع أكبر من كده يا إخوانا. لك أن تتخيل إن المكتبة بتحتوي على أكتر من 2 مليون كتاب. أنا بصراحة ما عدتهمش، لكن فعلا فيها كمية كتب كتيرة جدا. ناني؟ وللناس بقى اللي بتكسل تطلع على السلم، ما تقلقش، معمول حسابكم، موجود أسانسير هناك. جميع أنواع الكتب بلغات مختلفة، عربية وإنجليزية وفرنسية وغيرها كتير في كل المجالات والأنشطة. ومنطقة الكتب متقسمة بارتيشنز، يعني لا هتلف ولا تحتار. ده غير بقى إن فيها أماكن لو حابب تذاكر أو تقعد على كمبيوتر، بس دي باشتراك أعتقد. المكتبة جوه مليانة متاحف، متحف الآثار ومتحف السادات ومتحف للفنون التشكيلية للفنان ناجي شاكر. ودي بقى منطقة الكتب، وزي ما انت شايف كده مكان نفسه يفتح نفسك للقراءة. مش متدرب على السيلفي. مش عايز اجيب وشك ليه؟ بص اعمل اهي ده فوق النور. هو ايه؟ هو متابعني؟ ايه بقى دي؟ بص ماشي، السن لابس خليل ماشي، بكلمك بجد. سيدنا. 何？お前はもう死んでいる。 صدق غازي بقى في شوية. ايه ده يا ولا بتصورني؟ نادي عليه طيب. خلاص مالكش نصيب يا اسامه. معلش لا بقول لك حادثه جيب يا ابني. اللورد ده يعني رتبة الرشد دي يعني أعلى من اللواء ولا؟ اللورد دي بتاع مكان حلاق. وهتلاقي بقى حاجات كتير قوي من التراث المصري، زي مكان طباعة وهدايا من ملوك وزعماء. وهتلاقي كمان كسوة للكعبة تم إهدائها من رجل أعمال اسمه يشار حسن، بقالها ما يقارب من 200 سنة.
كده طلعنا بره المكتبة. وهتلاقي كمان متحف خاص بآثار مكتبة الإسكندرية. هتلاقي جوه المتحف ده آثار يونانية ورومانية وفرعونية وأي نية هتلاقيها جوه. روح انت بس وهتتفاجئ ووالا. وليه الواحد قلبه اتقبض لما نزل؟ بصراحة كنت مفكر البتاع ده مقام، بس قالولي بعد كده ان هو ميضة. بعد كده بقى خلصنا المتحف ده وطلعنا بقى على متحف بتاع ناجي شاكر للفنون التشكيلية. واحنا طالعين بقى عدينا على شوية فازات زي الفل. بصراحة كنا طمعانين في واحدة. نفسي في فازة زي دي عندنا في البيت. لقيتها واحدة من اللي وقعتها كسرتها. ما اكيد ملزوم. طب جرب. استرداد حارب حتى أقنع العدو. خلصنا متحف ناجي شاكر وبعد كده احنا طالعين على متحف السادات. علبة الكبريت اي والله الاعداد دي والبيض. ولعها بخضار. لا ما ولعهاش، دي مات قبل ما يولعها. ما هي ولعة ولا هي ولعت مع مرور الزمن؟ فين اللي ولع؟ ما هي يا ابني ولعة اهي. واحدة بس اللي ولع. اتنين. هي ليه كل حاجة مستخدم منها حاجة بسيطة وسايب الباقي؟ وكان عارف ان هو هيموت؟ كان عارف انه هيتعملوا متحف، قال ما يوسخش الحاجة عشان المتحف. يا اخي رئيس. انت بتلعب في عينك واحنا بنصور. ما ينفعش. لا ما ينفعش. ايه ده؟ دي باريزة؟ ده ضربة في الصورة. مش حلوة؟ خرب. 何お前は ايه كمية الفيديو؟ هو بس السادات كان بيجي كل عيد ويشبط ويقول انا عايز بدلة كتير. ايوه يا ابني. عبد الناصر جاب له، كان بيجيب له بدل كام. كده تكون انتهت جولتنا جوه مكتبة الاسكندرية. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب لو على اليوتيوب، ولو على التيك توك اعمل بقى الفولو بتاعك الجميل. وانتظرنا في الجزء التاني من الفيديو المتحف الاسكندرية القومي عشان اقولك احنا اكلنا فين في الاخر. 何お前はもう死んでいる。يا عم دول صينيين.